عسلامة ومرحبا بكم في قناتي. اليوم باش نبارطاجي معكم فيديو جديد وريسيت جديد. دونك اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معكم ريسيت جديدة اللي هي ريسيت اللازانيا بالدجاج. هوني باش نعملو لازانيا بالدجاج باش تكون خفيفة وبنينة على الاخر على الطريقة التونسية. دونك اول حاجه باش نحضروه مع بعضنا باش نحضر الصوص اللازانيا. دونك هوني نستحقوا 6 كعبات طماطم، عليهم راس بصل وعليهم 200 غرام سكالوب ولا دجاج. دونك نقصوا طماطم مكعبات مكعبات. دونك هوني سي بون كملنا قصينا الطماطم والبصل. دونك باش نجيبو الميكسير نتاعنا باش نحطوهم الكل في الميكسير، وبعد نزيد عليهم 4 فصوص ثوم، 4 ورق حبق وشوية كميل، باش نرحيوهم الكل مع بعضهم في الميكسير الميلونج نتاعنا يولي ليكيد. دونك هوني سي بون كملنا. دونك التكستير نتاع الميلونج باش تكون هكا، وبعد دونك نمشيو نحضرو الصوص مع بعضنا. دونك هوني باش نجيبو طنجرة نصب فيها كمية من الزيت النباتي ولا زيت الزيتون، ونجيب السكالوب نتاعي. دونك هوني انا سكالوب ولا دجاج اللي عندك، دونك تقصو تحاولوا تقصو جويد جويد مكعبات ولا حتى ترحيه كان تحب، ونحطوه على نار هادية يقلي يتقلى لين يتبدل لونه. دونك هوني سي بون سكالوب تقلى. دونك باش نزيد عليه الميلونج اللي رحيناه. دونك وبعد نحرك بالكدا وبعد نزيد البهارات نتاعنا. دونك انا هوني استعملت مغرفة تابل وكروية، مغرفة كركم، ومغرفة ملح، وبيان سور مغرفة بابريكا ولا مغرفة فلفل معجون. انا هوني استعملت فلفل ومعجون. وبعد نمرق بكيس ماء دافي ومنكثرش برشا ماء على خاطر ديجا هي الطماط تسيب الماء نتاعها. دونك نخليهم يطيبوا في عقلهم دوبا الصوص نتاعنا. كل مرة نتفقدها دوبا الصوص نتاعنا تخثر وسكالوب يطيب نطفي عليها. دونك هوني سي بون الصوص نتاعنا حضرت. دونك طفيو عليهم نمشيو نحضرو مع بعضنا صوص البشاميل. دونك هوني في صوص البشاميل نستحقو 2 كيسان حليب، عليهم 2 مغارف كبار زبدة، وعليهم بيان سور مغرفة نشا مغربلة، ومغرفتين فرينة بيان سور يكونوا مغربلين، وشوية ملح وشوية فلفل أكحل. أنا هوني ما حطيتش فلفل أكحل، مي اللي يحب الفلفل الأكحل يحط فيه على خاطر يجي بنين على الآخر. نحرك كل شي على البارد وبعد نمشي نطيبو على نار هادية. نبقى نحرك كأني نطيب في كريمة. دونك هوني دوبا يعقد صوص البشاميل نتاعنا نطفيو عليه. دونك هوني سي بون كل شي يحضر. دونك نمشيو نحضر مع بعضنا بلاطو لازانيا. دونك هوني نستحقو ورق اللازانيا، نستحقو كونتيتي جبنة نتاعنا، لي صوص بشاميل ولي صوص طماط نتاعنا، وبيان سير نفور شوية ماء سخون باش نحط فيهم اوراق اللازانيا. هكا دوبا نحطهم اوراق اللازانيا نغطسهم في الماء السخون ونسقطرهم بالباهي وبعد نحطهم في البلاطو. هكاك لاستيس هذيا تخلينا اللازانيا نتاعنا تجي طرية وبنينة وتطيب فيسع فيسع في الفور ما تبطاش. دونك هوني بيان سير الكوش الاولى نحط كوش بشاميل، بعد نحط كوش نتاع ورق اللازانيا كيما قلت لكم، نفخهم في الماء المسخون، نسقطرهم بالباهي ونحطهم في البلاطو نتاعنا. دونك وبعد نزيد عليهم الكوشه الثانيه اللي هي كوش من الصوص طماطم نتاعنا، وبعد نحط الكونتيتي نتاع جبن. دونك هوني بيان سير ديما حاولوا جبن تاكلوا حاجه طبيعيه، ما تعملوش جبن مستحضره خاطر بالحق اللازانيا بالجبن الطبيعي تجي بنينه وما تجيش مزيته. دونك وهكاك نكمل. دونك الكوشة الثانية نفس الشي. دونك ورق اللازانيا كيما قلت لكم ديما غطسوهم في الماء السخون كيما كأنك باش تسلق مقرونة، يعني تفور الماء على الاخر اللي يفور بالكدا وتجي تحط فيه الورقة نتاع اللازانيا وتسقطرها بعد وبعد تحطها في البلاطو. يصير نكمل الكوش الكل. انا هوني البلاطو نتاعي هز 3 كوش ونبقى نعمل نفس الشيء نفس لي زيتاب. دونك كوش لازانيا، كوش صوص طماط، وكوش جبنة نتاعنا، واخيرا كملنا. دونك هوني باش نعمل الكوش الاخيرة بعد ما عملنا الصوص طماط باش نعمل كوش من البشاميل. دونك هوني نحط البشاميل الكل اللي مازال لي، وبعد الكوش الاخيرة باش نعمل كوش جبن.
دونك هوني سي بون كمّلنا باش نهزو نحطها على فور 150 ديجري، نشعل عليها من فوق ومن لمدة 40 دقيقة. دونك هوني سي بون اللازانيا متاعنا حضرت، دونك نخلوها بيان سور تبرد وبعد نقصوها. دونك هوني نورمالمون التصويرة تحكي وحدها، دونك باش نحكي لكم على البنة، بنة عالمية بالحق جربوها وما تندموش. دونك خليلو رايكم في كومنتير، ما تنسوش لايك ابوني، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله يا ربي نتقابلوا في فيديو اخر. وتوا ما بقاني كي نقول لكم سلام.